السلام عليكم اخواني اخواتي. اليوم غادي نهضروا على واحد القضيه اللي هزات الفيسبوك والمغاربه كاملين هاد الايام. واش شفتوا داك الفيديو اللي وقع في المنطقه الصناعيه في القنيطره؟ صراحة فيديو صعيب وصعيب بزاف. واحد السيد نازل من الطوموبيل ديالو، هاز الرواطه وعاطيها لواحد الدري مسكين شيفور شاحنه للراس. خدام على وليداتو، خدام على الزوجه ديالو، حتى على الوالدين ديالو. هادشي ماشي غير بساله ولا دصاره، هذه ولات السيبه. اخواني اخواتي، اليوم كاينين مستجدات خطيره وخطيره جدا. انا متاكد انكم غادي تصدمكم بزاف وما شفتوهاش في الفيديو اللي كان اتسرب. اليوم غادي نعاود لكم القصه من الاول حتى الاخر الاخر، التطورات الصادمه اللي قررها الوكيل العام للملك. بقاو معايا حيت هادشي فيه عبره كبيره لاي واحد كيسحب ليه بان الطريق ديال بواه. القصه بدات في القنيطره، في البلاصه فين كيكونوا الروينه ديال الشركات والموكات والشاحنات داخلين خارجين. وقع نقاش عادي في الطريق كيف كيوقع لينا كاملين كل نهار، ولكن الصدمه هي ان مول الزرواطه ما بغاش يهضر. نزل من الطوموبيل، واجد هز معاه راوه غليظه. السيد الاخر ايوب مسكين ما كان عارف والو، على حساب الفيديو اللي كنشوفوا انه نزل باش يتحاور، ما نزلش انه باش يتخاصم. ما هزش حتى يدو، يلاه بغى يهضر لقى راسو كياكل دقه مركز على الراس خطيره وخطيره جدا. وهنا بغيت نفتح واحد القوس مهم بزاف. لولا ديك الكاميرا اللي كانت في واحد الكار دايز من تما، كون هذا المجرم ربما فلت بالفعل ديالو. وهذا الشيء بطبيعه الحال هو اللي سمعنا من لونتوغاج ولا الناس المحيطين بهذاك السيد، يعني كيقولوا بانه عنده سوابق اخرى في نفس بحال هذه الحاله، وسبق ليه تسبب في عاهه مستديمه لواحد الشخص اخر، ولكن خرج منها بحال الزغبه من العجين، ما تشدش وما خداش العقاب ديالو حيت ما توثقش بفيديو بنفس هذه الطريقه وهذه الواقعه اللي وقعت معه حاليا. فلولا ديك الكاميرا كون هذا المجرم ربما فلت بالفعل ديالو. هذه الكاميرا صورت كل شيء من رومبوان حتى للضربه. وهذه نصيحه ليا وليكم، الكاميرا في الطوموبيل ولا الشاحنه ولات ضروريه باش تحمي حقك من بحال هاد البلطاجيه. دابا نهضروا على الضحيه، الشاب ايوب اللي جاي من الرشيديه باش يصور طرف ديال الخبز في القنيطره. ايوب دابا راه كيرقد في سبيطار الزموري، والتقارير الطبيه كتقول كلام كيخلع. اخواني اخواتي، تخيلوا معايا السيد عنده كسره في الجمجمه. الجمجمه هي الحصن ديال الدماغ، وملي كتضرب تما راه الموت كانت قريبه. ممكن تجي ايموراجي، ممكن تكون عندها تبعيات على الحياه المستقبليه ديالو. واخا دابا الحاله ديالو بدات كتستقر شويه وبدا كيهضر، ولكن الاثر النفسي والجرح اللي بقى ليه في الراس غادي يبقى معاه طول الحياه ديالو. مسكين جابها فيه غير حيت لقى واحد سخون ديال الراس ما كيعرفش لغه الحوار. هنا فين غتقلب القصه على مول الزرواطه. اليوم اخواني اخواتي، الوكيل العام للملك لدى محكمه الاستئناف بالقنيطره صدم هذا الشخص بقرار ثقيل جدا. النيابه العامه ما كفاتش بتهمة وما اكتفاتش بتهمة الضرب والجرح العادي، بل كيفت الجريمة على أنها محاولة القتل العمدي. يعني غادي ياخذ أقصى العقوبات. علاش؟ حيت اللي كيهز عصا قاصحة ويضرب واحد بقوة على راسو، خصوصا أن العصا ديال البيسبول إلا لقيتيها في السيارة فراه كتعرف أشنو الغرض منها وعلاش داك الشخص حطها في السيارة، فهي كتكون موجهة فقط للعنف. يعني عنده محاولة القتل العمدي. إخواني أخواتي، راه باينة النية ديالو ماشي غير يضربوا ولا يخلعوا ولا شي حاجه، بل ينهي الحياه ديالو. دابا السيد تحال مباشره على غرفه الجنايات وهو راه الاعتقال. يعني مشات ايام السيبه وجات ايام الحساب بيد من حديد. هاد القضيه اخواني اخواتي خاصها تكون درس لينا كاملين. شحال من واحد فينا كيتعصب في الطريق، شحال من واحد كيجبد الهضره الخايبه، ولكن شوفوا هاد السيد فين وصل راسو من بطل هز زرواطه عند راسو لواحد غيقضي سنوات طويله وراء القضبان. شكرا للمتابعه والسلام عليكم ورحمه الله.